ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة الأستاذ حسين أبو عيش، سنتوقف من خلال هذا الفيديو عن إجراء مباريات التوصيف. من خلال هذا الإعلان سنحاول أن نتعرف على شروط المشاركة وعن ملف الترشيح، شروط المشاركة وملف الترشيح، وكذلك سنتعرف على توصيف المباراة. هذه الأشياء الثلاث هي أشياء موحدة، وهي أشياء يعني موحدة بين جميع الأكاديميات. لذلك مثلا بعد ذلك سنحاول أن نتعرف على المناصب المطلوبة، لا سواء بالنسبة لمباراة التعليم ولا سواء بالنسبة للملحقين للدعم الإداري والتربوي والاقتصادي والاجتماعي. بالنسبة للشروط، أولا الشروط، يجب المصادقة يعني أولا على طلب الترشيح على البوابة. يعني أي شخص سبق له وأن قام بملء أو بتعبئة مطبوع الإلكتروني أو بإدخال معطياته الشخصية في البوابة الإلكترونية، يجب أن يعود ويدخل إلى البوابة الإلكترونية للمصادقة على الطلب. وهنا يعني المترشحين سيختارون يعني كما هو مكتوب الآن، لهم الحق في الاختيار إما اجتياز مباراة التعليم أو ملحق الاقتصاد أو ملحق التربوي أو ملحق الاجتماعي. يعني وعند المصادقة على طلب واحد تلغى تلقائيا باقي الطلبات الأخرى. نعم، شروط الترشيح معروفة: أن يكون المترشحون حاملي الجنسية المغربية، أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم قرار بالإدانة بسبب ارتكابهم جنحة أو جناية، أن لا يتجاوز عمرهم 50 سنة، تم اعتماد السن 50 سنة بصفة استثنائية، ألا تربطهم أي علاقة شغل مع أي مؤسسة تعليمية خصوصية، يعني ما غاديش يكونوا خدامين مع البريفي بواحد العقدة معينة. بالنسبة للمترشحون يجب أن يكونوا حاصلون على الأضعاف الإيمان شهادة الإجازة، كي سبق وتعرفنا على هذا الشيء، إما في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما إلى غير ذلك من الشواهد الأخرى هي اللي مكتوبة عندكم. المترشحون بالنسبة للملحق اقتصاد الإدارة أن يكون حاصلا على الإجازة في تخصصات إما القانونية الاقتصادية أو التدبيرية أو ما يعادلها. المترشحون بالنسبة للملحقين التربويين الإجازة في الدراسات الأساسية في جميع التخصصات أو الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية. نعم. المترشحون لمباراة التوظيف الملحقين الاجتماعيين أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة في الفلسفة، يعني الملحقين الاجتماعيين إجازة في الفلسفة أو علم النفس أو إجازة في علم الاجتماع أو ما يعادله. ملف الترشيح، سنتوقف عند ملف الترشيح. ملف الترشيح يتكون مما يلي: وصل الترشيح الإلكتروني المستخرج من البوابة الخاصة بالمباريات، يعني الوصل بعد ما دير المصادقة النهائية غتخرج واحد الوصل. الالتزام موقع من طرف المترشح ومصادقة عليه من قبل السلطات المختصة، يعني إيجاليزي، وفق النموذج مخصص لهذه الغاية، يسحب من البوابة الخاصة بالمباريات، تلقاهم في البوابة. نسخة من شهادة الإجازة أو شهادة المعترف بمعادلتها مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة المنشور بالجريدة الرسمية، يعني إما شهادة الإجازة أو شهادة النجاح في الإجازة بشكل عام. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. إيداع ملفات الترشيح سيكون ابتداء من 7 نوفمبر، يعني من غد إلى غاية 21 نوفمبر 2020، وهو آخر أجل للمصادقة على الترشيحات وإيداعها عبر البوابة الإلكترونية. لزيطات، هناك المراحل الأخرى: دراسة ومراقبة ملفات الترشيح، استدعاء المترشحين، لا تبغي تقراو لي ديتاي ممكن توقفوا وتقراو ديتاي. رابعا، إجراء الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوي.
هناك اختبار كتابي واختبار شفوي. الاختبارات الكتابية تكون على الشكل التالي: عندنا الاختبار الأول المدة ديالو 4 ساعات، المعامل 8، متخصص يعني نوع الاختبار تخصص وديداكتيك المواد المدرس وديداكتيك المواد المدرسة بالتعليم الابتدائي، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، العلوم والرياضيات بالنسبة للناس ديال الابتدائي. التخصص ديال الأمازيغية كذلك معامل 3 ساعات. بالنسبة للتخصص ديال الثانوي بسلكيه عندنا المعامل 5، مادة التخصص وديداكتيك مادة التخصص. هنا سأفتح قوس، يعني مادة التخصص راه معروفة، يعني التخصص اللي غدوز اجتماعيات ولا عربية ولا فرنسا. ديداكتيك مادة التخصص يعني فقط الديداكتيك، ماشي علوم التربية، وعلوم التربية يعني راها عام. أنا بالنسبة لي الديداكتيك هو الشق التطبيقي من علوم التربية أو من البيداغوجيا. بالنسبة لأطر الدعم الإداري والتربوي، ملحق الاقتصاد والإدارة عندهم مدة الإنجاز 3 ساعات، معامل 5، موضوع حول التدبير المادي والمالي والمحاسبة للمؤسسات المؤسسات التعليمية. بالنسبة للملحقون التربويون، موضوع حول التدبير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم، 3 ساعات، معامل 5. بالنسبة للملحقون الاجتماعيون، موضوع مرتبط أو حول تحليل ظاهرة نفسية واجتماعية، يعني ظواهر نفسية واجتماعية وسيكولوجية مرتبطة بالمتعلمين. من أجل يعني معرفة المزيد حول توصيف المباراة، يمكنكم يعني التوجه إلى أو الاطلاع على البطاقات وسحبها من البوابة الإلكترونية الخاصة بالمباريات. كل واحد دفع له واحد التخصص معين غادي يسحب التوصيف ديال المباراة باش يعرف شنو غادي يراجع فيما تبقى من الوقت. بالنسبة للاختبارات الشفوية، بالنسبة للأساتذة المدة ديال النقاش 30 دقيقة، المعامل 3، مناقشة مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة المترشح على ممارسة مهام التدريس. بالنسبة للملحقون كلهم كذلك 30 دقيقة، المعامل 2، مناقشة مواضيع حول مهام واختصاصات الإطار الممتحن في شأنه. تمنح له 15 دقيقة للتحضير المقابلة الشفوية. إعلان النتائج يكون بالموقع الرسمي. التكوين يعني سيبدأ، يعني ما نهضرش في التكوين 8 أشهر ويعني واحد المنحة شهرية وما إلى غير ذلك. غادي نمشي مباشرة يعني المناصب المطلوبة أو عدد المناصب المطلوبة. واحد الجدول كاين في الآخر. نعم، هو هذا المناصب المطلوبة. مثلا بجهة قلميم ودنون، مثلا كل جهة، يعني غادي نخلي لكم الرابط ديال الموقع، كل جهة عندها المناصب المطلوبة، لا سواء في التخصصات، مختلف التخصصات، ولا سواء في التعليم الابتدائي، ولا سواء في الملحقين. يعني أي شخص يمكن له يختار مثلا أنا بالنسبة لي الملحق الاجتماعي طالبين قلميم ودنون كلها 18، الملحق التربوي 27، الملحق الاقتصاد 6 مثلا، المجموع 51 مثلا. بالنسبة للتعليم مزدوج والأمازيغية 82. بالنسبة لباقي التخصصات الأخرى 166 مثلا. هذه غير قراءة مثلا في التخصصات. مثلا غنمشيو لجهة أخرى بالنسبة للتوصيف والشروط داكشي بحال هذه الجهة ديال الرباط القنيطرة. غنمشي لكم للطابلو اللي فيها. هذا هو الطابلو اللي فيها. راه واضح المجموع مطلوب 1800، الجهة طالب في عدد كثير، مثلا العربية 94، اللغة الفرنسية 183، اللغة الإنجليزية كذا. تخصصات يعني كل واحد تخصص. الملحقين الأعداد 121 ملحق تربوي، 64 ملحق اجتماعي، و16 ملحق ديال الاقتصاد. التعليم الابتدائي مثلا 670،
موزعة حسب كل إقليم. مثلا قنيطرة 210 على كذا، الخميسة 120، الرباط 0 مثلا في التعليم الابتدائي، وما إلى غير ذلك. 245 مثلا في سيدي قاسم، وما إلى غير ذلك من الخصائص. هذا هو الخصائص اللي مطلوب. مثلا غنمروا لجهة أخرى باش نوريكم الطابلو ديالها. مثلا هذه الجهة ديال طنجة، تطوان، الحسيمة. ها هو الجدول. يمكن لكم توقفوا الفيديو تقراو المعطيات بالتفصيل. انا لكي لا اطيل الفيديو يعني كنحاول نمر يعني الجهات الاخرى، وهذا الموضوع متجدد يعني في انتظار صدور باقي الجهات الاخرى. يعني المجموع في هذه الجهه هو 1964. بالنسبه للملحقين مطلوب 229. بالنسبه للتعليم الابتدائي 815. بالنسبه للتعليم الثانوي 920. المجموع 1964. يعني خصكم تحلوا تناقشوا هذه المعطيات مزيان، تحلوها مزيان قبل ما ديروا المسابقه النهائيه. نمر لجهه اخرى اللي هي جهه الشرق. جهه الشرق يعني بالنسبه للاشياء ديال الشروط والملف ديال الترشيح والمسابقه الامور بحال بحال موحده. يعني كاين اختلاف في المناصب التي تختلف من مديريه اقليميه الى مديريه اخرى، ومن اكاديميه جهويه الى اكاديميه اخرى. هذه جهه الشرق. نعم، جهه الشرق. نعم. المجموع ديال الملحقين 93. الملحق الاجتماعي 56، الملحق التربوي 104، الملحق الاقتصاد 33. التعليم الابتدائي هذا مطلوب. باقي التخصصات يعني هنا الجهات في الاقاليم. مثلا كل اقليم غادي نحاول نمرر غير شويه باش اللي بغى يوقف. مثلا هادو هما الاقاليم، غادي نمرر التخصصات: العربيه، الفرنسيه، اللغه الانجليزيه، الاجتماعيات. انتم كتشوفوا هادو هما المناصب المطلوبه. المجموع في جهه الشرق 1235. 1235. هذا الالتزام اللي كتوقعوه. نعم، هو مثلا هو هذا غتلقاوه موجود. كاين الالتزام كل جهه مع الاعلان ديال التوصيف غتلقى هذا الالتزام بحال هذا: انا الموقع اسفل التزم كذا كذا. هذا هو الالتزام اللي تيوقعوا معني بالامر، امضاء معني بالامر، يعني المصادقه وتصحيح الامضاء من طرف السلطات المختصه. هذا عاوتاني الالتزام الثاني مثلا بالفتره ديال التكوين. هذه يعني مثلا بعض الالتزامات اللي كتكون مرفقه بالنسبه للطلب ديال بالنسبه للملف، كتكون يعني مرفقه بالملف. الى هنا ينتهي الفيديو. يعني ساضع لكم روابط باقي الجهات الاخرى في الوصف.